شوف برو، خليني ندخلك الفكرة هذه لمخك ونحبك تفهمني مليح، نحبك تفهمني مليح مليح مليح. النجاح ماهوش حاجة مضمونة، ماهوش حاجة مضمونة. نجاح وحاجة بعيدة برشا، حاجة بعيدة برشا ما تنجمش تشوفها وانتي توا تعمل في إيفور وتحب توصل لبوان معين. وذاك علاش ما لازمكش تربط ليزيفور متاعك الكل، ما لازمكش تربط حياتك بكونسيبت النجاح، انه انا لازمني ننجح باش نعيش، لازمني ننجح سينو انا عبد يوزلس، سينو انا عبد وورثلس، سينو انا عبد ما عندي علاش باش نعمل هالحاجة هذه. اغلب العباد اللي تستسلم في الاخر most people who give up on their dreams ولا give up on their objectives اغلبيتهم عباد يربطوا ليزيفور متاعهم بالنجاح. انا ما نجحتش دونك انا ما عندي علاش باش نوصل فيها الحكايه هذه. وذوكم هما العباد اللي ما يصلوش، هذوكم هما العباد اللي في الاخر ما ينجحوش. العباد اغلبيتها اللي نجحت راهي عباد mostly enjoyed what they're doing. Of course they had aspirations باش ينجحوا باش يوصلوا لبوان معين، اما mostly راهم they were enjoying what they were doing، لا اكثر لا اقل. كي تسمع انتي واحد كيما ما نعرفش انا a successful bodybuilder، ما نحبش ندخل في الديتاي، ولا a successful footballer ولا a successful businessman ولا businesswoman، كي تسألهم يقول لك أنا I enjoy what I'm doing. كل يوم نفيق الصباح ونعملها الحكاية ذيك مش على خاطر أنا عارف روحي باش ننجح في نقطة معينة، أما على خاطر I enjoy it. فهمت؟ دونك العبيد كيما هكا ما ربطوش ليزيفور متاعهم بالنجاح، ما ربطوش ليزيفور متاعهم بالنجاح. هذا الدرس نحبك تتعلمه من تو، كانك مازلت صغير في العمر ولا كانك في عمري ولا كانك كبير، خاطر انا تعلمته بالذراع الدرس هذا، فهمت وجبر، ونحمد ربي اني تعلمته في مهما حتى كان تعلمته في وقت مؤخر شويه. فرحان لي انا تعلمته توا على خاطر باش بدل لي كومبليتمون ستيل دو في، بدل لي الفيلوزوفي نتاعي كيفاش نتعامل الحاجات. قبل كنت نربط اي حاجه نعملها بالنجاح، نترينا على خاطر نحب نعمل بلان طيار، نقرا على خاطر نحب ننجح بنوت طيار، نخدم على خاطر نحب نخلص صالير واو، وربطت كل شيء بالنجاح. لدرجة اني لقيت روحي اول حاجة مانيش شيخ ومانيش فرحان ومانيش متفرعد باللي نعمل فيه، وثاني حاجة لقيت روحي قاعد نقارن في روحي برشا عباد اخرين. فهمت؟ لقيت روحي اوكي انا توا مانيش فاك البوان ذيك كيما العبد ذاك اللي هو غادي، فهمت؟ ولقيت روحي في دوامة ياسر خايبة، فهمت؟ with enough meditation with enough from good people around you تتعلمهم الحاجات هذوما، you get some advices، بالوقت تتعلم معناها. بالرسمي اللي في النجاح كي تربط بيه كل شيء تعمله في حياتك من الاخر باش تخسر برشا حاجات وماكش باش تعمل جو على حياتك، والاكسبيريونس بتاعك تنجم تقول باش نحي منهم اهم حاجه اللي هي the joy of living, which is the most important thing ever. يكذب عليك يقول لك the best thing in life is success ولا the best thing in life is money ولا the best thing in life is love. اوكي they're good، هذوكم حاجات باهين برشا، حاجات يزيدوا للحياة برشا، اما the most important thing, the thing that keeps you going اللي هو the joy of life، متعة الحياة، انك شيخ تمتع فرحان باللي تعمل فيه، انك كل يوم تفيق الصباح وتبدا فرحان، ماكش تخمم في غدوة، ماكش تخمم في بعد غدوة، ماكش تخمم في العام الجاي، قاعد تخمم كان في توا. انا توا I'm gonna live this life to the utmost extent، ان اليوم باش نعيش الحياة متاعي كما يجب ان تعاش، معرفش كان فزتها بالعربية ولا كما يجب ان يحدث. yeah so it's very important انك تفهم الفكرة هذه. النجاح ماهوش حاجة مضمونة. انت كي ترافك البزنس اونر
ولا successful goated footballer كيما كريستيانو رونالدو is the goat، فهمت؟ وتقول انه انا لازمني نعمل هكا باش نولي كيفه، هوني انت غلط. هذوكم العباد اللي وصلوا لك النيفو ذاك من النجاح راهم حالات شاذة، مش معناها راهم مش ناس الكل باش تنجح، اما راهم بالرسم هذوكم حالات شاذة، والشاذ يؤخذ ولا يقاس عليه. ما تربطش حياتك بحالات شاذة، اغزر للي موجود، اغزر الحاجات الكامل وشوف هذوكم ومن بعد قارن، ومينيموم حتى كي باش قارن بحاجات more common than rare. Most people راهم they do things, they stay at an average level. Some people who continue enough, some people who are عرفت persistent enough, they get a reward. وساعات they don't, and it's fine. You should learn how to accept إنه النجاح ماهوش حاجة مضمونة. وثم عباد باش يقولوا لي لا النجاح حاجه مضمونه وباش ننجح، والعباد اللي كيفك انت هي العباد اللي قاعده تخلي العباد اللي قاعده تضر في العباد اللي قاعده تضر، معناها انتم اكثر عباد اللي فاشلين اللي ما تنجحوش وترى شنو. شكون اللي يقولوا هكا؟ هما العباد اللي قلت عليهم انا يربطوا الفور بالنجاح. اذا كان انا قلت لك راهو النجاح ماهوش مضمون، معناها انت تفهم اللي ما لازمكش تعطي ايفور وما لازمكش تعمل حتى شيء. لا 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 لا، النجاح حاجة تجم تصير مش مضمونة، أما الإيفور حاجة لازم تصير ومضمونة. الحاجة الوحيدة اللي هي في نطاق السيطرة متاعنا هي إن نعطو إيفور. مش مضمون أنك أنت باش توصل لك النقطة ذيك العام الجاي ولا بعد العام الجاي ولا 10 سنين قدام. حاجة ماكش قاعد ترى فيها، تجم تفد بالوقت. اما الحاجه المضمونه هي انك انت توا تنجم تقوم وتبراتيكي وتتعلم وتحسن وتقوي وتواصل وديما تواصل، انك تعطي ايفور. هذه الحاجه المضمونه، اكثر حاجه مضمونه، والحاجه اللي في نطاق السيطره متاعنا. هذاك علاش يقول لك the person who enjoys the journey goes further than the person who enjoys the destination. أهم حاجة إنك تتمتع بالجيرني، تتمتع بالإكسبيريونس، بالتجربة. وصدقني المتعة ذيك الرغبة في إنك تتمتع وتتعلم باش تمشي بيك أبعد من العباد اللي يخموا كان في النجاح. علاش إحنا نخموا هيك؟ على خاطر في وقتنا توا النجاح ولا فانتازيا ولا فكرة عامة تراند، فهمت؟ ودخل كلمة النجاح في أي موضوع وقول راك تنجم تنجح، خاطر ثم برشا عباد ديسبريت بالرسمي تحب توصل وتحب تعمل حاجة باهية. أما زاد ذاك الديسبريشن ذيك it makes them vulnerable for people who can use them. It makes you vulnerable في العباد اللي تحب تستغل رغبتك في النجاح باش توصل على كتفك انت، باش تعمل فيوز، باش تدخل فلوس، باش تولي مشهورة، فهمت؟ أنا هوني جاي باش نقولك إنه لا، don't be so desperate. ما تكونش ياسر هكا لاهف على فكرة النجاح لدرجة انك تولي ياسر ضعيف، واللي اي عبد يجيك يقول لك شو كان تعمل هكا باش تنجح، كان تعمل هكا باش تنجح، ويدخل في جرتك فلوس وفيوز وانت ما زلت في نفس البلاصة، خاطر بيان سور مش قاعد يعطي في فكرة صحيحة، وبيان سور النجاح ماهوش مضمون. وكي ما تنجحش من بعد تبطل كل شيء وتقول النجاح كذبة، وتقول انه وتولي تضحك على العباد اللي تعطي فيه إفور وكل شيء. وذيك المشكلة في انك تربط النجاح بكل شيء في حياتك. ما تشيخش، ما تفرهدش، ما تعملش جو على حياتك، وما تخليش عباد تعمل جو زاد. هذاك علاش ثم برشا عباد هو اربير، ثم برشا عباد متغشين غضبانين على الحياة على خاطرهم توقعوا انهم كي باش يعطيو الإفور هذاك الحياة باش تعطيهم نجاح اللي هو غلط. فهمتني؟ يعني انت كي تعطي الإفور ماكش عامل مزيان، لازمك تعمل الإفور، خاطر that's the game. هذيك هي اللعبة خويا، انت تحطيت فيها اللعبة هذه رغم عن انفك، ما اخترتش. كما يقولوا الفلاسفة الوجوديين كما سارتر يقول لك انك انت تحطيت فيه الوجود هذا ما غير خيار، تحطيته وسي بون ولازمك تتصرف. it's your responsibility to add meaning, to add life, to add everything. وهذا for me I think it's your responsibility to add effort. Donc that's the game. The game is to put in the effort, not to succeed.
حتى واحد ما قال انه في الحياة هذه النجاح قاعدة، اما قالوا انه الإفور والمواصلة والمداومة قاعدة. ما نعرفوش اذا كان باش تنجح، اما نعرفوا انه الحل الوحيد باش تنجح والطريقة الوحيدة باش تنجح انك تعطي إفور وكهو. هذه الحاجة اللي مضمون، حتى كانك الإفور هذاك اللي باش تعطيه مش باش تنجح به في الاخر، مازال انه هذيك هي الطريقه الوحيده اللي تنجم تنجح بها، انك تعطي ليفور. اما زاده ما تربطش نجاح الليفور نتاعك بالنجاح. نرجو باهي انك تخمم في النجاح، وباهي انك ديما تقول باش ننجح، هذيك حاجه تموتيفيك، اما ما تربطش الليفور نتاعك بالنجاح. نجم ما تنجحش وما يهمش، حتى كان ما نجحتش تبقى تعطي في إفور وتبقى توصل، خاطر هذيك هي الحياه. خذها الفكره هذه من عبد فشل في برشا حاجات في حياته وبقى يوصل. وكان ما جيتش نخمم هكا راني بالرسمي مانيش قدامك، تو مانيش قدامك. انا عديت مراهقتي الكل واول عشرينات الكل مأمن بفكره النجاح كحاجه لازم تصير، اما بقيت ديما نحاول ونواصل على خاطر ديما قلت تو ننجح. المره الجايه سيور تو ننجح. دير الفريجيدير في الحس سيور تو ننجح. ما ايستش، فهمت؟ ومن بعد بالوقت اكتشفت انه انا برشا مرات نعمل حاجه ونحبس، نعمل حاجه ونحبس، على خاطر لقيت ديما نربط في النجاح كنهاية، وكي نفد نحبس. خاطر النجاح حاجه بعيده برشا، لكن باش تربط الموتيفاسيون تاعك بالنجاح باش تفد فيسا. دونك هذاك علاش لازمك ديما تحط ليفور هو الاوبجيكتيف. انا اوبجيكتيف نتاعي انه انا I put in the effort، انه انا I give it my all، وكهو النجاح is a by product، حاجة تصير من بعد، وكان ما صارتش الحمد لله يا ربي. I did what I have to do. That's it. That's it. So yeah، اعرف اللي life doesn't owe you anything، اما انت زادة you owed the effort، على خاطر انت تحطيت فيها الدنيا هذه. ربي كتب لك عمر باش تعيشه، دونك لازمك ترجع الدين، انك انت تعطي إفور، تعطي إفور، وديما تبقى تعطي فيه الإفور حتى وكانك تحس روحك مكش موتيفيتد. اذا كانك عندي ما كوت يقولها صاحبي تعجبني على الاخر، it's very very short: if you're not motivated do it unmotivated. دونك حتى كانك مكش motivated do it unmotivated. كانك sad do it sad. كانك tired do it tired. Enjoy the process. Enjoy it. Success will come at a certain point. Maybe not today, maybe not tomorrow, maybe not next year, but one day it's gonna come. If it didn't come, it's fine. تعرف علاش؟ على خاطر we enjoy the journey. The journey is enough. To have the chance to live this life is enough. الحمد لله يا ربي احنا ديجا عايشين ونتنفسوا. نتمنى انه الموضوع هذا فهمته مليح، ونتمنى اني فدتك بحاجة اليوم. Thank you so much. اذا كان عندك experience ولا اذا كان عندك حاجة مشابهة تجم تقولها في الكومنتات، فازي مرحبا بيك. لعليش العباد تقراها you give new perspectives to people، والعباد زادة تعطيك new perspective. I'm trying to build a community وين العباد في تونس هوني ولا حتى في المغرب العربي يعاونوا بعضهم باش يتطوروا، ونبعدوا على البرين رود، ونبعدوا على الكونتنت الادكتيف دوبامين بيست كونتنت اللي ما يزيدكش بالعكس ينقص منك. دونك اذا كان عندك ideas، عندك story، عندك حاجة put it in the comments. People will respond. I will respond for sure. I'll be glad to read your story. Thank you so much. Take care of yourself. I love you so much. See you again. See you soon. Bye bye. Soon.